انا رايح الشغل، عاوزة حاجة؟ تحب تاكل ايه النهارده يا استاذ محمد؟ يا سلام لو تعملنا حلة محشي ورق عنب وصينية لحمة. حاضر اللي انت عايزه. سلام. لما اعمل بقى محشي الكرنب اللي انا بحبه وجنبيه فرخه. وانا اسفه بقى يا استاذ محمد على محشي ورق العنب. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. معانا فرخه بنغسلها كويس وننقعها نص ساعه في ميه ملح وليمون وخل، ونرجع نشطفها كويس. ومعانا بصل، ورق لورا، وفلفل اسود وحبهان. نبتدي نسلق الفرخة. معانا حلة فيها مية بتغلي، هنحط فيها البصل وورق اللورا وفلفل الاسود والحبهان، وننزل فيها الفرخة ونسيبها بقى لحد لما تستوي. وقبل لما تستوي بشوية هنضيف لها الملح، ونبتدي بقى نروح نعمل الكرومبة. اول حاجة هنسلقها. طبعا بقى بنسلقها وبنقطع الورق كده زي ما شايفينه كده، ورقة ورقة. معانا حلة فيها مية بتغلي على النار، بنحط فيها معلقة من الملح. وطبعا بناخد ورق الكرنب دوت بنغسله كده في المية، بنشطفه كده. نجيب بقى الورقة ورقة ننزله كده في المية كده المغلية دقيقة واحدة، نشيله على طول من المية ونحطها في مصفى علشان تتصفى من المية ديت بقى. ونعمل الكرنب بقى اللي معانا كلها بالشكل ده. وبعد بقى ما سلقنا الكرنبة كلها بنجيبها ونقطع كده العنقود منها بالشكل اللي احنا شايفينه كده. ونبتدي بقى نلف الورقة كده على بعض، نقطعها ونفردها بقى. نقطع الورقة يعني على قد ما احنا عايزينها بقى، صغيرة كبيرة على قد ما احنا عايزينها. ونبتدي بقى نقطعه كده حتت زي ما شايفين معانا كده. كده خلاص خلصنا كمية قطعناها كلها بالشكل ده، يعني تقطيعها كده سهلة ومش بتاخد وقت. ومعانا بقى الفلفل والبتنجان والكوسة قورناهم، والكوسة قشرناها بالشكل الجميل دوت كده بالمقوار كده. نكون وضمنا المحشي بتاعنا، ونبتدي بقى نعمل الصلصة للمحشي. بنجيب حلة بنحط فيها زيت، وبنقطع 4 بصلات كده وسط ونحطهم على الزيت يصفروا معانا. طبعا معانا الطماطم عصرينها تقريبا شفشقين كده طماطم، يعني تقريبا 2 كيلو. ونبتدي بقى ننزل عليهم بكمون وكزبرة. وبعد ما التسبيكة بقى تتسبك معانا بنحط بقية التوابل اللي احنا عايزينها. معانا كزبرة وكمون وبهارات وفلفل وقرفة وجنزبيل، يعني ربع معلقة صغيرة مش كتير من القرفة والجنزبيل. حابة تحطي شطة ممكن. ونحط بقى الملح. طبعا هتدوقيها وهتشوفيها محتاجة ملح قد ايه، يعني انت بتظبطي الملح كده بتاعها. ده حطينا كل خلاص التوابل وجاهزة معانا تقريبا 1.5 كيلو من الرز غسلينه وسيبناه لما تصفى. بنحطه بقى على التسبيكة. طبعا التسبيكة خلاص قفلنا النار عليها. بنحط الرز ونقلبه. ومعانا خضرة شبت وبقدونس وكزبرة، وطبعا غسلينها كده ومقطعينها صغير، نزلناهم بقى على الرز. نقلب بقى كل الخلطة دي مع بعض. طبعا في شوية صلصة كده شالينهم على جنب، لو لقيت الرز محتاج صلصة تاني احط له صلصة. وكده بقى الخلطة بتاعة المحشي جهزت، ونبتدي نحشي المحشي بتاعنا. دي طريقة سهلة تقدري تحشي بيها الكرنب. تحشي كده على الطبق ان شاء الله تطلع معاكي طريقة سهلة وحلوة وتاكلي احلى محشي كرنب. وطبعا البتنجان والكوسة والفلفل سهل اللي احنا نحشيهم. نحط معلقتين صلصة على وش الكرنب من صلصة التسبيكة اللي احنا كنا شايلينها. وهنبتدي بقى نحط شوربة الفراخ على المحشي كده علشان بقى نسويه. طبعا بنغطيه كده بالشوربة، ونبتدي نحط للبتنجان والكوسة والفلفل برضو الشوربة، بس يعني مش كتير، يعني بنغطي تقريبا ربع صباع المحشي كده بالشوربة، مش بتاخد شوربة كتير، يعني بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. ونحطهم بقى على البوتاجاز ونسيبهم على نار عالية
ربع ساعة تقريبا، وتوطي عليه النار وتسيبيه يستوي على نار هادية. واول ما بتلاقيه بقى استوى بتشيليه من على النار. ده شكله بقى كده بعد ما استوى. طبعا بيبقى جميل قوي. الكرنب اهو غرفناه برضو، شايفين شكله معانا حلو قوي وطعمه بيبقى حلو قوي. وكده نبقى خلصنا المحشي بتاعنا. يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم اشتركوا معنا في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ودعمونا باللايك. وقولوا لنا ايه رأيكم في الأكلة بتاعتنا النهاردة. بألف هنا وشفا عليكم.